لما السنة تكون خلاص بتقرب تنتهي بيكون في إحساس غريب، مزيج بين الراحة إن الطريق ده خلص والخوف من اللي جاي بعده. وفي وسط كل ده بنلاقي إن الإنسان ساعات بيحس إنه لازم يغير كل حاجة مرة واحدة، وكأن السنة الجديدة امتحان أو سباق، مع إن الحقيقة غير كده خالص. السنة الجديدة مش اختبار، السنة الجديدة فرصة. فرصة إن الواحد يوقف شوية، يبص وراه من غير جلد، ويبص قدامه من غير استعجال. أول خطوة في الاستعداد لأي بداية هي إن الإنسان يفهم هو طلع بإيه من اللي فات. مش لازم يقعد يحلل كل حاجة حصلت، ولا يندم على قرارات قديمة، ولا يجلد نفسه على أخطاء. كفاية يبص على السنة اللي عدت نظرة هادية، يشوف اللحظات اللي خلته أقوى، واللي وجعته، واللي غيرته من غير ما ياخد باله. ومع الوقت بيكتشف إن حاجات كتير كان فاكرها نهايات طلعت بدايات، وحاجات كان شايفها عبء طلعت سبب نضج، ومواقف كانت تقيلة بس هي اللي بنت اللي جواه. تاني خطوة إن الإنسان يسيب اللي مش محتاج يشيله معاه. مش كل علاقة ينفع تكمل، ومش كل فكرة تستاهل مكان في دماغه، ومش كل خوف لازم يمشي جنبه للسنة الجاية. الواحد ممكن يسيب حاجات وراه عادي، ومش معنى إنه سابها إنه خسر، معناه إنه اختار إنه يكمل أخف. بعدها يجي الجزء الأهم، إن الواحد ياخد خطوة واحدة بس لقدام. مش خطة كبيرة، مش سباق، مش 20 هدف. خطوة هادية، عادة صغيرة، تغيير بسيط، حاجة تمشي معاها على طول بدل ما يحمل نفسه فوق طاقته. ومع كل ده في نقطة دايما بتقوي أي بداية، إن الإنسان يفتكر إن اللي جاي مكتوب، وإن الخير محدش يقدر يمنعه، وإن أي ضر مش هيحصله إلا بإذن ربنا. المعنى ده لما يرسخ جواه بيهدأ قلبه، وبيخلي الطريق مهما كان طويل أسهل. الاستعداد للسنة الجديدة مش إن الإنسان يغير كل حاجة، الاستعداد إن قلبه يهدى، وعقله يستوعب، وروحه ترتب نفسها للمرحلة الجاية. في مرحلة معينة من الاستعداد للسنة الجديدة الإنسان يبدأ يسأل نفسه: هو أنا عايز السنة الجاية تبقى شبه إيه؟ السؤال ده بسيط في شكله، لكن جواه عمق كبير. مش مهم الإنسان يحدد أهداف ضخمة، المهم يعرف الإحساس اللي نفسه يعيشه. يمكن يكون نفسه يعيش هدوء، يمكن يركز على نفسه شوية، يمكن يبعد عن الناس اللي بتستنزفه، يمكن يبني عادة جديدة، أو يسيب عادة قديمة كانت بتعطله. لأن في النهاية السنة الجديدة مش هتتغير لوحدها، اللي بيتغير هو الإنسان من جوه، وبعدها الدنيا حواليه بتتغير شوية بشوية. كمان في نقطة مهمة، الاستعداد الحقيقي مش بس في الأفكار لكن في البيئة. يعني الإنسان يبدأ يرتب حياته من دلوقتي، يشيل الفوضى اللي في المكان اللي عايش فيه، يخفف الفوضى اللي في دماغه، يقلل مقارنته بالناس، يبطل يفكر إنه لازم يبقى كامل علشان يبدأ. البدايات مش محتاجة كمال، البدايات محتاجة صدق. ولما الواحد يبقى صادق مع نفسه يعرف إيه اللي محتاجه فعلا، مش اللي المجتمع بيقوله، ولا اللي الناس شايفاه، ولا اللي التوقعات بترسمه. ويوصل لمرحلة إنه يبطل يجامل نفسه، يبطل يأجل، يبطل يهرب. ساعتها بس يحس إن السنة الجديدة ليها معنى. وفي نقطة تانية لازم تتحط في الحسبان، إن السكينة مش هتيجي فجأة. السكينة حاجة بتتبني يوم ورا يوم، خطوة ورا خطوة، بس بتظهر لما الإنسان يمشي في الطريق الصح حتى لو ببطء. الاستعداد للسنة الجديدة كمان يحتاج إن الواحد يعرف إمتى يهدى، إمتى يوقف، إمتى يراجع، ومين يدخل حياته مع بداية جديدة ومين لأ. وفي اللحظة اللي يدرك فيها إن ربنا دايماً بيجيب الخير حتى لو جه بشكل مختلف، ساعتها أي بداية مهما كانت صعبة تتحول لفرصة. فكرة إن كل شيء بيمشي بقدر بتخلي الإنسان يطمن، وتخليه يشيل من قلبه القلق المبالغ، وتخليه يشوف الطريق بعين أوضح. ويمكن أكتر حاجة تساعد أي حد في بداية السنة إنه يكون واقعي، ما يحملش نفسه فوق طاقتها، ولا يطلب من نفسه مليون حاجة في وقت واحد. يكفي إنه يقرر إنه يتحسن 1% كل يوم. النسبة الصغيرة دي لو استمر عليها شهور هتغير حياته كلها. والأهم من كل ده إن الإنسان يفتكر إن ربنا ما بيكتبش بداية إلا لو فيها خير، وما بيقفلش باب إلا لو فاتح أحسن منه. الفكرة دي لو لوحدها كفاية تخلي السنة كلها مختلفة. جزء كبير من الاستعداد للسنة الجديدة مرتبط بفكرة التصالح. التصالح مع الماضي، مع القرارات اللي اتخذت، مع الفرص اللي راحت، مع العلاقات اللي انتهت. لأن مفيش بداية جديدة بتدخل على قلب مليان ثقة القديم. الإنسان محتاج يبتدي يغير طريقته في التعامل مع نفسه.
مش كل غلطة تبقى جلد، ومش كل تأخير يبقى فشل، ومش كل سقوط يبقى نهاية. أوقات كتيرة ربنا بيأخر عن الإنسان حاجة هو فاكر إنها خير، علشان يرزقه حاجة أنضج، أنظف، وأقرب لقلبه حتى لو كانت أبسط. والوعي ده بيفرق جدا في طريقة استقبال السنة الجديدة. كمان في نقطة مهمة، إن الاستعداد مش بس إن الإنسان يكتب أهداف على ورق، لكن إنه يقيس نفسه. إيه اللي اكتسبه السنة اللي فاتت؟ إيه اللي اتغير فيه؟ ومين بقى عليه تأثير سلبي؟ وإيه الحاجة اللي كان نفسه يعملها بس خاف؟ الإجابات دي بتفتح باب كبير للوضوح، ولولا الوضوح الإنسان يفضل يعيد نفس السنة كل مرة، حتى لو التاريخ اتغير. وفي وسط كل ده لازم يبقى فيه جزء من الروح، إن الإنسان يزود قربه من ربنا، حتى لو بخطوات صغيرة جدا، لأن مفيش سنة جديدة تتظبط لو القلب واصل لربه بقطع غيار ناقصة. مجرد كلمة صادقة أو دعوة من القلب تقدر تغير مسار سنة كاملة. والإنسان لما يبدأ يحس إن كل حاجة بيد ربنا، يبدأ يتعامل مع قراراته براحة، يبقى أخف، أهدى، أكتر وعياً. والراحة النفسية دي بالذات هي اللي بتخلي السنة الجاية ليها نكهة مختلفة. كمان مهم إن الإنسان يفهم إن النمو مش خط مستقيم، في أيام هتبقى كويسة وفي أيام هتبقى أقل، وده طبيعي. الاستمرارية مش معناها المثالية، لكن معناها إن الإنسان ما يسابش نفسه تخرج بره الطريق لفترة طويلة. وفي مرحلة معينة يبدأ يفكر في الناس اللي حواليه، مين يستحق يدخل معاه السنة الجديدة، مين وجوده تطور ومين وجوده استنزاف، مين بيخليه أقرب لربنا ومين بيبعده، لأن العلاقات جزء كبير من طاقة السنة. لو الطاقة مش ناقية الإنسان يستنزف قبل ما يبدأ. وفي جانب تاني مهم وهو التخفيف، إن الإنسان يخفف من الأشياء اللي بتشده لورا، سواء كانت مشاعر أو أشياء أو أشخاص أو عادة سلبية، ويعرف إن التخفيف مش خسارة، التخفيف مساحة للنمو. وأهم ما في البداية إن الإنسان يشوف نفسه بعيون الواقع، مش بعيون جلد الذات. يشوف نفسه إنه يستحق يتحسن، يستحق يكبر، يستحق يعيش سنة أهدى، ويستحق يسيب أي حاجة كانت بتعطله. من أهم الحاجات في الاستعداد لسنة جديدة إن الإنسان يفهم إن التغيير الحقيقي بيبدأ من روتين صغير، مش لازم خطوة كبيرة ولا لازم تغيير ضخم. أوقات التغيير بيبدأ من تفاصيل بسيطة جدا، عادة جديدة، وقت هدوء يومي، تنظيم بسيط، أو حتى قرار إنه ينام بدري. الإنسان لما يبدأ يلتزم بحاجات صغيرة نفسه بتبدأ تتقبل فكرة التغيير بدون مقاومة، وده بيعمل فرق أكبر من أي خطة ضخمة ممكن يتحمس لها يومين وبعدين يسيبها. وفي نقطة أعمق، إن الإنسان لازم يسأل نفسه سؤال واضح: عايز يعيش السنة الجديدة بنفس النسخة القديمة، ولا عايز يكون نسخة أقرب للي يتمنى يبقى عليه؟ الإجابة على السؤال ده بتحدد كل حاجة بعدها. كمان لازم يبدأ يتعلم يقول لأ. سنة جديدة محتاجة مساحة، مساحة نفسية، ومساحة وقت، ومساحة طاقة. وأي حاجة بتاخد من المساحة دي بدون معنى لازم ينتهي وجودها بشكل محترم وواضح. والإنسان لازم يراجع علاقته بالعالم حواليه، علاقته بشغله، بدراسته، بأهله، بنفسه. لأن السنة الجديدة مش بس تغيير تقويم، دي تغيير طريقة تفكير. وفي جزء كبير من الاستعداد هو إن الإنسان يفهم إن مش كل الناس هيفهموه، ومش لازم أصلاً. طالما نواياه واضحة وخطواته ثابتة يبقى مكمل، مش محتاج يشرح نفسه ولا محتاج ياخد موافقة من حد على طريقه. ولازم يعرف إن الضغوط اللي مر بيها قبل كده هي اللي صانعة شخصيته النهاردة. كل تعب، كل خذلان، كل تأخير، كل كسر كان بيعيد تشكيله علشان يبقى أقوى مما كان. والإنسان لما يدخل سنة جديدة بالقوة دي يبقى مستعد لأي حاجة، مستعد يحارب ومستعد يهدى، مستعد يبدأ ومستعد يسيب، مستعد ينجح ومستعد يتعلم من الوقوع من غير ما يجلد نفسه. وفي لحظة معينة لازم يقف مع نفسه وقفة صدق: إيه أكتر حاجة لو عملها السنة الجاية هتغير حياته؟ غالبا الإجابة مش معقدة، بتبقى حاجة واضحة جدا، لكن محتاجة شجاعة. والسنة الجديدة محتاجة الشجاعة دي. الشجاعة إن الإنسان يقرر وياخد خطوة ويكمل، حتى لو ببطء. المهم إنه ما يقفش. وفي وسط كل ده لازم يفتكر إن ربنا بيبدل الأحوال في لحظة، وإن اللي جاي ممكن يكون أجمل مما يتصور، بس محتاج قلب مستعد وعقل منظم وخطوات واضحة. وبين كل الاستعدادات دي الإنسان لازم يفتكر إن السنة الجديدة مش سباق ومش مقارنة،
ومش فرصة إنه يثبت للناس حاجة، دي فرصة إنه يثبت لنفسه إنه قادر يتغير، حتى لو خطوة صغيرة، حتى لو محدش شايف. وأهم استعداد على الإطلاق هو إنه يدخل السنة بقلب خفيف، يسامح اللي يقدر يسامحه، ويبعد عن اللي لازم يبعد عنه، ويحمد ربنا على كل لحظة عدت، سواء كانت صعبة أو سهلة، لأنها وصلته لمكان جديد. والإنسان لما يختار يدخل السنة الجديدة بنية صافية، وبعقل مستعد، وبقلب ثابت، ساعتها ربنا بيفتح له أبواب ما كانش متوقعها، وبيسر له طرق ما كانش شايفها أصلا. والسنة الجديدة مش بس بداية، دي شهادة إن لسه فرصة، إن لسه حياة، إن لسه ربنا كاتب له طريق ماشي فيه. ولو كان شايفه ظلمة، يمكن يكون آخره نور كبير. لو عجبك البودكاست، ما تنساش تشترك في قناة منديل علشان تكمل الرحلة معانا. وكل سنة جديدة وانت أقرب للي نفسك تكونه.